بدأوا على طول بتركيب العتب الجانبي، وعشان ده اللي هيظبطوا عليه باقي أجزاء الكت. وبعد ما ثبتوا العتب، أوسكار عمل دعامات مخصوص ولحمها في الشاسيه عشان يثبتوا عليها الكليبسات بتاعة أجزاء البادي الجديدة. وبعد ما جربوا يركبوا ويفكوا كذا مرة عشان يظبطوا الأماكن، لحموا كل الدعامات والكليبسات بشكل نهائي. ونروح لنظام التوين تيربو. الخطة كانت إنهم يركبوا توين تيربو ويبقوا طالعين من الكبوت اللي ورا، فبدأوا بتركيب الهيدرز، قلبوها لفوق وطولوها بمواسير السلس عشان يركبوا التربوهات. بس قابلتهم مشكلة، وان طقم الهيدرز ما كانش زي بعضه، فالناحيه اليمين كانت بتخبط في غطا الاتجاهات، وده ما كانش هيخلي التربوهات متركبه قصاد بعض. وعشان كده قرروا يعملوا هيدرز مخصوص ليهم. قطعوا كل المواسير من على فلانشات الطقم منهم، والفريق جمع كل ماسوره لوحدها من الاول. يعني ببساطه الموتور فيه 4 سلندرات، كل سلندر ليه ماسوره عادم خاصه بيه، والاربع مواسير دي بيتجمعوا في الاخر في نقطه واحده، ودي بتطلع غازات العادم منها. وفعلا قدروا يعملوا اول هيدر بشكل احترافي. واكبر تحدي كان انهم يعملوا الهيدر التاني نسخه طبق الاصل من الاولاني، وعشان يضمنوا ان التربوهات تطلع من الكبوت اللي ورا بنفس الزاويه وفي نفس المكان بالظبط، عملوا الهيدر التاني وكده يكونوا حلوا مشكله الهيدرز وثبتوا التربوهات في مكانها النهائي. ونروح بقى للكبالن. عشان يوصلوا القوه من الفتيس للعجل كانوا محتاجين كبالن باطوال مخصوصه، وعشان يحددوا المقاس بالملي عملوا كبالن مؤقته عشان يقيسوا بيها. قطعوا كوبلين هوريكان وده كان اقصر من اللي محتاجينه، وكمان قطعوا كوبلين جلاردو وبعدين وصلوهم في بعض بجلبه معدن. والكبالن المؤقته دي بتخليهم يقدروا يحركوا العربيه جوه الورشه. والاهم من ده كله انها بقت هي الموديل المظبوط اللي هيبعتوه لشركه متخصصه عشان تعمل لهم الكبالن النهائيه اللي تقدر تستحمل قوه العربيه.